الحمد لله على انتصار اليوم ضد فريق والجرة إيريس وجدة. المقابلة اللي عرفت العديد من التقلبات في المقابلة. حقا كان سيناريو جميل، يعني مباراة أوفت بكامل وعودها. الشوط الأول اللي انتهى بانتصار فريق إيريس بهدفين لواحد. بعد ذلك كانت ردة فعل إيجابية، كانت واحد القراءة وتحليل جيد للمقابلة، وعرفنا نعودوا في أطوار اللقاء بنتيجة 6-4. كانت هذه النتيجه النهائيه. كنبغي نحيي الفريقين اللي اشركوا العديد من اللاعبين الشبان من فئه اقل من 19 سنه، وهذا هو الغرض من منافسه كاس العرش، اننا ندمجوا ونطلعوا اللاعبين الشباب. الحمد لله هذا مكسب وهذا ربح للفريقين الاثنين. فريق ايريس اللي كيحتل المرتبه الرابعه، فريق الوداد الوجدي اللي كيحتل المرتبه الاولى. كنظن ان مقابله اليوم شرفت بمدينه وجده، شرفت بالفوتسال الوجدي. كنتمنى لهم كامل التوفيق في شطر الاياب، ونتمنى لفريق الوداد الوجدي مسار موفق في مرحله العوده، مرحله الاياب. وكنبغي نهنئ اللاعبين وجميع الطاقم لمباراه تلو الاخرى كيبلوا البلاء الحسن، والحمد لله فاحنا كنشرفوا هذا الفريق، وان شاء الله في مرحله الاياب سنقول كلمتنا بقوه. المقابله كانت في المستوى، حاولنا اننا نبدلوا التشكيله كامله، شاركنا لاعبين صغار مع لاعبين كبار. صراحه ما كناش اننا نفكروا التاهل في الكاس، حاولنا اننا نفكروا لي مانتيان تاع الفريق في الشامبيونا. الحمد لله المقابله دازت واحد الروح رياضيه. كعرف كما كان الحال كيكون ديربي، كيكون فيه صراعات. الحمد لله لا من جهتنا ولا من جهه الخصم، ما تصاب حتى شي واحد، لاعبين كل شيء بصحه جيده. هذا هو الربح الكبير. كان الفريق الوداد كنعطيهم التحيه وكنقول لهم الله يوفق في مسار تاعهم في الكاس، وان شاء الله حتى حنا غادي نقولوا الكلمه تاعنا في الشامبيونا. كنحيي اللاعبين على الروح القتاليه وعلى النظام التكتيكي ديالهم.